إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل فيه الوحي وظهرت فيه المعجزات قد تورط بعض الناس فيه بالنفاق، فكيف بمجتمعنا؟ هذا ما معناه حذيفة رضي الله عنه عندما جاء إلى حلقة في المسجد فيها مجموعة من التابعين فسلم عليهم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم، كما روى البخاري. وإن كان حذيفة رضي الله عنه قد قال ذلك في عصر التابعين، الجيل الذي تلا العهد النبوي، فكيف نقول عن عصرنا نحن؟ هل مجتمعنا خير من مجتمعه؟ نحن نتصور أن المنافق يعلم أنه منافق، أو نعتقد بأن النفاق هو قرار يتخذه المرء: حسنا، من اليوم وصاعدا سأظهر الإسلام وأبطن العداء له. أو مثلا النفاق في مخيلتنا هو مؤامرة كبرى يتم التخطيط لها بشكل معقد. ليس بالضرورة أن يكون كذلك. النفاق قد يقع في القلب بأمور نحسبها سهلة. خذ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حديث مخيف. تأخير الصلاة لآخر وقتها بغير عذر جعله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة منافق، برغم أنه أخر العصر لآخر وقته وهو وقت ميل الشمس للغروب. فكيف بمن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها؟ أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقا خفيا في القلب قياسا على الحديث؟